والسؤال هو ليش في كتير ناس بتشرب مي وبشرتها لسه جافة وما عم تتحسن؟ طبعا الجواب ما رح يكون مثل ما انتم متوقعين، وبهي السلسلة بنحكي عن البشرة أبعد من المنتجات. افهم بشرتك. ليش؟ لأنه لو نحن ما فهمنا بشرتنا ما رح نعرف نتعامل معها ولا رح نعرف هي بحاجة لشو. واليوم رح نحكي عن شرب المي. هاي المي جنبي، وأنا من الناس اللي بتشرب مي منيح، ووقت بلشت وقررت اني لازم اشرب مي وكتر مي كان بسبب بشرتي. بس كنت عم عاني لانه كنت عم بشرب مي منيح بس ما كنت عم بحس في فرق ببشرتي، ما كنت عم بحس فيها جلو، ما كنت عم بحس فيها نضاره، ما حسيت انه بشرتي تحسنت. لانه كميه الناس اللي حكت لي شربي مي او كتري مي بشرتك بتتحسن، كتري مي اشربي مي بشرتك رح تصير جلوي، رح يصير فيها نضاره. هلا كل هالكلام صح بس ما كامل، في اشياء ناقصه، واليوم رح نحكي عن هذا الشيء. واذا فهمتوا دور المي بالجسم وكيف نحن ممكن نخلي المي يساعد بشرتنا رح توضح الصورة ورح تعرفوا ليش. على هلوش. هاي يا جماعة أنا اسمي هلوش. طبعا هلوش شبهوها بثائر لأنه صلعة، بس ما علينا. طبعا قطشنا له راسها لهلوش. ليش؟ طبعا لازم أعرفكم على هلوش. هلوش رح تكون معنا بفقراتنا بفقرة افهم بشرتك، هي اللي رح تساعدنا نفهم البشرة أكتر. فبليز سلموا مشان ناخد عينة للجلد ونفرجيكم الجلد اب كلوز. هاد هو جلد الإنسان، السكن، الطبقات وكل شيء. سبحان الله ليكو فيها كتير أمور وكتير معقدة. الجلد معقد، ومشان هيك نحن لو ما فهمنا تعقد بشرتنا ما رح نفهم كيف نتعامل معه. طبعا هذا هو جلدنا، في كتير أوعية دموية، في كتير أشياء نحن لازم نفهمها. بس طبعا ما رح نغوص بهاي الأمور. أوكي رح فهمكم إياها هيك بطريقة بسيطة. طبعا شوفوا طبقات الجلد كلها، يعني سبحان الله معجزة، إعجاز هذا. طبعا نبلش بعينة هلوش، نشرح عليها كم شغلة كتير مهمة، كم نقطة كتير مهمة. بدكم تفهموا أول نقطة مهمة، المي بالجسم ما بتروح أول شيء على الجلد. وين بتروح؟ بتروح على الأشياء الأساسية يلي هي الدماغ، الكلى، القلب، الكبد، لأنه الجسم بده يعيش. الجسم كتير ذكي، فالمي اللي بتاخده بتوصله على الأماكن الأساسية مشان نحن نضل عايشين وجسمنا يضل عم يمشي. أوكي طبعا نطلع هون تحت، عنا هون أوعية دموية، وين بتمشي المي؟ أوكي فآخر شيء بيوصل المي للجلد، آخر شيء. أنا بس فهمت هالشغلة، فهمت شيء كتير مهم، إنه نحن لازم نشرب مي. هاي نمبر 1، لازم نشرب مي بكمية كتير منيحة. لأنه لو نحن شربنا مي بكمية قليلة باليوم بعدين قلنا بشرتنا ما عم تتحسن، المي القليلة باليوم جسمنا أكيد ما رح يعطيه للجلد، ما من الأهميات. الأهم من هيك هو عقلنا، قلبنا، كبدنا، كليتنا، هدول الأعضاء الأهم اللي لازم توصل للمي. فالأوعية الدموية رح توصلها لهي الأعضاء، وآخر شيء لو بقي رح توصله للجلد. ومشان هيك في كتير عالم بيفكروا حالهم عم يشربوا مي كافي بالنهار وعم بيقولوا ليش بشرتي ما عم تتحسن. هلأ في شيء كتير مهم، طلعوا لي على الجلد. الجلد عبارة فيكم تقولوا مثل تشققات، تمام؟ تتذكروا وقت حكينا آخر مرة عن حاجز البشرة، السكين بارير. لازم تفهموا انه بفقرة او سلسلتنا بافهم بشرتنا نحن كتير لازم نفهم بالحاجز البشرة، لانه لو نحن ما فهمنا ما رح نعرف نتعامل. حاجز البشرة هو اهم شيء، ما رح تحبس المي. فحتى لو قلنا انه نحن فهمنا هاي النقطة انه الجسم بياخد المي للاعضاء المهمة وشربنا مي كتير، فتخيلوا معي كاسة مشقوقة، اوكي، وصبينا فيها مي، شو رح يصير؟ رح تطلع المي. بس حاجز بشرتنا تعبان، شو رح يصير؟ المي رح توصل لهون ورح تطلع، ما رح تحبس. ولكن في خطأ هون عم بيصير. لو عم تشربوا مي منيح ولسه بشرتكم جافة، في خطأ بحاجز البشرة، وهي هي مشكلتنا. البشرة الجافة بيكون عندها سكين بارير حساس أكتر. أوكي مو يعني ما عم توصل المي، لا عم توصل المي، وهون نحن لازم نصلح. حاجز البشرة هو الدرع لكل هاد. آخر مرة قلت لكم حاجز البشرة هو درع، بس بدي إياكم تتخيلوا قد ايه مهم إنه نحافظ على هي الطبقة. هي الطبقة بتحمي كل هاد.
فنحن لازم نعتني بهي الطبقة كتير منيح. ولو كانت تعبانة أو كانت ضعيفة، المي إذا وصلت لها رح تطلع، فهذا الشيء رح يسبب جفاف ورح يسبب إنه البشرة تضل شكلها تعبان وما فيها نضارة. طبعا مثل ما حكينا النقطة المهمة إنه قد ما نحن شربنا مي لو حاجز البشرة ضعيف رح يطلع. وتاني نقطة مهمة إنه المي آخر شيء بيوصله هو الجلد، فأنتوا لازم تشربوا مي كافي للجسم، لأنه اعتبروا الجسم سيارة والسيارة ما بتمشي بدون بترول. فالناس أنا شفت كم كومنت لعالم عم بتقول إنه أنا ما بشرب مي كتير. أنا كتبت لكم ما أشرب مي وقلت لكم إنه حاولت لاقي طرق تخليني أتشجع أكتر إني أشرب مي. فاشربوا مي، لأنه لا دماغكم ولا قلبكم ولا الكلية ولا الكبد ولا شيء بجسمكم رح يمشي صح بدون المي. المي هو بترول الجسم، أوكي؟ وتاني شغلة، خلي براسكم وبمخكم إنه المي آخر شيء بيوصلوا للجلد، فلازم تشربوا مي كافي، أوكي؟ حبيت فرجيكم إياها هون مشان تفهموا وتستوعبوا قديه مهم حاجز البشرة، وقديه وظيفته مهمة إنه يخلي المي محبوسة جوا وتخليها مترطبة وتخلي كل شيء عم يمشي صح. وطبعا ندخل بالمهم، شو الحل؟ الحل هي مو خطوة، هي خطوتين. إذا اتبعنا الخطوتين انتوا بالسليم. لو انتوا عم تشربوا مي كافي باليوم، اوكي، ولسه ما عم تشوفوا تحسن، بشرتكم ما عم تتحسن، ما في نضارة، بتنتقلوا للخطوة الثانية اللي هو حاجز البشرة. شو بنعمل؟ الخطوة الأولى هي من جوا شرب المي الكافي، بمعنى كافي إنه تعرفوا كمية المي اللي لازم تستهلكوها وتشربوها باليوم، أوكي؟ حاجز البشرة لو كان ضعيف ما رح يخلي المي تنحبس جوا. ففي مكونات ممكن تساعد وتخلق بيئة لحاجز البشرة إنه تضل ماسك المي جوا. هي المكونات حكينا عنهم آخر مرة، وهن نفسهم اللي بيساعدوا على حاجز البشرة. الجليسرين أول واحد، اوكي. ثاني واحد الهايلورونيك اسيد. الهايلورونيك اسيد من الاساس، اساسيات الترطيب، هو مسؤول عن امتصاص المي الهايلورونيك اسيد. ثالث شيء عندنا الديميثيكون. الديميثيكون كمان بيساعد على حاجز البشره. وعندنا رابع شيء البانثينول، البي 5. يا جماعه بانثينول هو مرمم، فبيرمم حاجز البشره. فهدول المكونات. وهيك يا جماعه بنقول المي لحالها مو كافيه، بس مع الدعم الصح تفرق. ولازم ما ننسى شغله، انه كل شيء بالبشره بيرجع ما رح يساعدوكم انكم تشربوا مي، اوكي، بس رح يحاولوا مثل كانه عم بيعلموا الجلد، عم يعلموا حاجز البشره كيف يضل قوي ومتماسك وعم يحبس المي جوا. شيء نحن كثير بنسمعه، وممكن احنا بنسمعه بشكل يومي، وقد ايه المي مفيده للبشره. بس ان شاء الله تكون وضحت لكم اليوم. في وحده كانت كاتبت لي انا بحس انه شربها حاجز البشره. يا جماعه هاي كانت فقرتنا لليوم، فقره قصيره بس النقطة مهمة، النقطة واضحة. شرب المي كذب للبشرة. فأنا إن شاء الله تكون وصلت لي فكرة إنه هي ما كذبة، هي حقيقة، بس في أشياء كانت ناقصة. وإن شاء الله تكون كملت، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا قد إيه مهم نحن نهتم بالخطوتين اللي حكينا فيهم، شرب المي وحاجز البشرة، ونحن على الطريق لنحسن بشرتنا. Love you guys.